إذن بالنسبة للمكونات واش نحتاجو 250 غرام من الزبدة تكون بحرارة الغرفة. طبعا هاد المقادير يديروا لنا 40 حبة. نحتاجو 2 صفار بيض، والبياض رايحين نخدموا بهم الحشوة تاع الكاستيل اللي نحشيو بها هادو الكاطو نتاعنا. هنا نحتاجو 80 غرام من سكر كلاص، فوالا سكر ناعم، يعني حوالي 5 مغارف كبار. نحتاجو عفوا 2 مغارف كبار من بودرة اللوز، تقدروا تعوضوها بالقوقع وتخليوه بقشوره، تحمصوه وتطحنوه جيدا حتى يولي لكم بودره. مغرف كبيره من لافاني مع قرصه ملح. اذا هادو هما المكونات. نبداو في طريقه التحضير. نحط السكر، البيض نتاعنا بلا صفار البيض 2 بيضات، ولافاني ونحطو معها قرصه ملح. اذا نخلطوا هاد المكونات. اذا نضيف لهم بودره اللوز. اذا بدي نضيف الفرينه ونستخدم الايدي نتاعي. بدي نضيف الفرينه حتى تتلم لي العجينه نتاعي. اذا هذه هي العجينه نتاعنا، نموها برك ما تعجنوهاش، هذه صايره كيما لاباط صابلي. اذا هنا بالنسبه لحشوه الكاستيل اللي غادي نديروها في العجينه نتاعنا، طيب حتى هي مع العجينه نتاعنا. بياض نتاع 2 بيضات عندي هنايا. طبعا انا خدمت العجينه ب2 صفار، هذوك 2 بيضات غادي نخدم بهم الحشوه تاع الكاستيل. عندي هنايا حاجه 3 مغارف يعني 80 غرام تاع سكر عادي حبيبات. عندي هنايا 140 غرام من القوقع، وكنت حمصته بلا قشور، حمصته وطحنته دق، يعني تطحنوه غايه الغايه. فوالا هذا هو. الان بالخلاط الكهربائي هنايا نطلع كي بدا يطلع لي شويه، نبدي نضيف السكر ونطلع في نفس الوقت. اذا هذا هو الشكل نتاع المول تاعنا، يجي كيما هكا. هذا الحجم الصغير، شوفوا هكا نشكلوها. حنا حاولوا ما ترققوهاش وما تغلظوهاش، حنا ما فيهاش الخميره العجينه نتاعنا. شوفوا هنا هكا نجيب فرشطه كيما هكا. فوالا هذه بعد ما درت لها بالفرشيطه نجيب الحشوه تاعي كديتها كيما هكا ونحط فيها. طبعا هنايا نسيت نقول لكم برك في الحشوه درت فيها قرصه ملح باش تعزز لنا هذيك النكهه كيما هكا. ومن الاسفل فقط، انا نشعلهم فقط من الاسفل، ولا صرتهم ما طابوليش من فوق نزيد نشعلهم شويه برك من فوق. اذا ونكملوا بقيه طريقه التزيين. اذا هنايا عندي كراميل ولا عندي صوص كراميل، وهنايا عندي القطايف حمصتهم بهذا الشكل. الحبيبه نتاعنا كيفاش خرجت، شوفوا هنا كيفاش طابت، شوفوا هنا هذا كيفاش ينتفخ. فوالا هنا الفوقه ما طيبوهاش غايه، خليوها باش تقعد لكم معلكه، تقعد لكم هذيك الحشوه نتاع الكاستيل تقعد معلكه. المهم هنايا نزين، نحط فيها كيما هكا الكراميل شكل. اذا ونحطها هنايا. فوالا بهذه الطريقه. نحط عليها شويه من الكراميل، هذا حطيته هنايا، نحط في الوسط برك شويه هكا، ونحط هادو لي شوريز مشريين، هادو يجوا كيما هكا في لي بواطي نباعو. اذا نحط هكا قسمتها على 2 ويجي الشكل نتاعها كيما هكا. اذا نشوفوهم مع بعض في الشكل النهائي. اذا نفتح معكم هنايا حبيبه، شوفوها كيفاش جات دايره. شوفوا هنا تحطوا بالخبز تلصقوا هذيك، شوفوا هنايا تعليكه، شوفوا هذيك الحشوه تاع الكاستيل كيش تجي دايره معلكه، شفتوا كيفاش راها باينه منا بلي معلكه. هذيك التعليكه هي اللي تجي اكثر من رائعه. شوفوا التعليكه، شوفوا التعليكه هنايا
تالي تاع حشوة الكاستيل.